السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. انتهت النهاردة مباراتين لنادي الزمالك، واحدة في اليد وواحدة في القدم. القدم انتهت بفوز الزمالك على أسوان بهدف مقابل لا شيء. الزمالك فاز على النادي الأهلي نتيجة 26-25. وبعد المباراة لاعبي الفريقين سلموا على بعض وكانت الدنيا عادي، مفيش مشاكل. حتى كمان كان جماهير نادي الزمالك متواجده في صاله النادي الاهلي ويشجعوا بكل حريه مطلقه. لكن اللي حصل بعد المباراه ان الصفحه الشخصيه للاسف الشديد او الرئيسيه لنادي الزمالك طلعت واصدرت بيان وقالت: ان ساعدك الحظ يوما وظننت انك الملك، عفوا فالظل يمكن له، فالظل لا يمكن له أن يصبح يوما ملكا. إيه السبب الكلام ده؟ أو ليه إن إحنا بنحاول إن إحنا نعمل فتنة ومشاكل بين جماهير الناديين؟ للأسف الشديد دي ما خرجتش من واحد عادي، لكن دي خرجت من الصفحة الرئيسية لنادي الزمالك، المنشور ده والكلام ده. يا جماعة الخير، احنا بنقول احنا في الأول وفي الآخر دي رياضة، لكن لما يطلع مثلا واحد عادي مثلا ويتكلم أو يكتب حاجة زي كده نقول ده غير مسؤول. لكن لما تحصل حاجة زي كده ومنشور زي ده ينزل على الصفحة الرئيسية لنادي الزمالك، يبقى هي دي المشكلة. الأغرب من كده كمان إن الإعلامي الشهير أو المعروف في قناة نادي الزمالك نزل كمان صورة ليه وعلق بكلام انا مش هتكلم عليه، ممكن حضراتكم او يمكن حضراتكم كتير منكم شافوه. ليه الفتنة وليه الكلام وليه ان احنا بنحاول ان احنا نسوق طريقتنا وسمعتنا قدام الناس وفي السوشيال ميديا ونعمل مشاكل او بروباجندا بقى، وعايز يعمل لنفسه ترند او الكلام دوت على حساب الجماهير؟ مش عارف بصراحة. لكن كده الأمور بدأت توصل لحاجات أنا ما كنتش حابب أتكلم فيها، لكن بعد ما نزل الصورة مباشرة بدأت جماهير الناديين التراشق بالألفاظ، شتيمة، سباب من هنا ومن هنا. الإعلامي ده هل إن هو ده اللي عايزه؟ هل إن هو عايز يتفرج على فتنة بين جمهورين كبيرين زي الاهلي والزمالك؟ انا بطلب من المسؤولين ان لازم ياخدوا موقف مع الاعلامي ده. بصراحه الموضوع زاد عن حده، والله العظيم، ما دفاعا عن الاهلي لكن دفاعا عن كوننا كمصريين وبنشجع. لو الرياضه هتوصلنا ان احنا نكره بعض ونشتم بعض ونتراشق بالالفاظ زي ما حصل بعد مباراه النهارده، بعد مباراه اليد، يبقى بلاها رياضه. مش هطول عليكم، لكن هدخل على طول مباشره على المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي النهارده عشان مباراته بكره امام الترجي التونسي. قال في المؤتمر الصحفي ان انا بعتبر نفسي ان انا ما لعبتش مباراه في تونس، وهبدا كاني من اول وجديد من بكره، وكان النتيجه 0-0. مارسيل كولر كمان بكره حضر علي لطفي كويس جدا، لان هو هيكون هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي في مباراه الترجي بكره. كل الدعم والتوفيق لمارسيل كولر وجهازه وعلي لطفي ولاعبي النادي الاهلي. خبر اخير حبيت اقول لحضراتكم عليه، وده يمكن انا ما كنتش عايز اقوله، لكن حصاد الموسم ده لغايه دلوقتي من البطولات للنادي الاهلي 16 بطولة مقابل 5 بطولات لنادي الزمالك. يا استاذي يا اللي بتتكلم وبتقول ساعدك الحظ يوما فظننت الملك او ظننت انك الملك، 16 بطولة من 5. لما تطلع وتقول على جماهير النادي الاهلي او على النادي الاهلي بالتحديد ان هو كومبارس، اعتقد ان ده لا يليق باعلامي او لا يليق بمسؤولين كبار
في نادي الزمالك ان هم يتكلموا ويقولوا الكلام ده على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما كان كومبارس، النادي الاهلي دايما فوق الجميع، النادي الاهلي دايما بطل، النادي الاهلي دايما عظيم بقيمه ومبادئه، النادي الاهلي دايما عظيم بابنائه بجماهيره بشعبيته في العالم، في مصر والعالم العربي والافريقي والعالم اجمع. النادي الاهلي كبير ببطولاته وانجازاته، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. اعتقد اني او اتمنى ان حضرتك تراجع نفسك شويه في التصريحات اللي عمال تقولها والبوستات اللي عمال تنزلها والصور اللي بتنزلها. الموضوع هيستفزني لاني ما توقعتش ان ممكن تحصل بعد المباراه يد شتيمه وتراشق بالالفاظ بين جمهورين كبيرين اسمهم الاهلي والزمالك. وما زلت مصر عند رايي. قبل ما اختم مع حضراتكم، بكره ان شاء الله هيكون ميعادنا بعد المباراه، وباذن الله نبارك لجماهير النادي الاهلي على الفوز على الترجي التونسي ويصل للمباراه النهائيه، سواء بقى هنقابل صن داونز او هنقابل الوداد. في كلا الحالتين ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي وجهازهم مستعدين تماما، وايضا جماهير النادي الاهلي اللي بكره ان شاء الله وننتظر منهم تشجيع طوال 90 دقيقه في المباراه. قبل ما اختم مع حضراتكم بذكر حضراتكم دائما او دايما بدعمنا على قنواتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك واليوتيوب. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.